من أيام المسلمين القدماء ولحد النهاردة الجيش المصري قوة بيتعمل ليها ألف حساب. في الفيديو ده هنتكلم عن أسرار القوة العسكرية المصرية وإزاي وصل الجيش المصري للمكانة دي عالميا. الجيش المصري واحد من أقدم الجيوش النظامية في العالم، وبيعتبر تاريخه بيبدأ من تاريخ المصريين القدماء، واللي بدأ كقوات بتحمي الحدود وبعدين اتطور في عصر الدولة الحديثة لحد ما بقى عنده جيش قوي وعنده عربيات حربية وأسلحة قوية جدا. ومر بفترات كتيرة زي العصر البطلمي والعصر الروماني والعصر الإسلامي لحد ما وصل للعصر الحديث، ومحمد علي أعاد بناء الجيش على الطريقة الأوروبية. وفي القرن العشرين الجيش المصري لعب أدوار كتيرة في حروب زي حرب 1948 وكمان 1956 و1967 و1973، والنهارده بقى من أقوى جيوش المنطقة. الترتيب العالمي للجيش المصري في سنة 2023 حسب منظمة جلوبال فاير باور، الجيش المصري في المرتبة ال 13 وبيعتبر الأول عربيا وإفريقيا. وأسباب تقدم الجيش المصري: أولا التطوير المستمر، استثمارات ضخمة في تحديث الأسلحة والمعدات. ثانيا تنوع الأسلحة، الجيش المصري تعاون مع دول كتير زي روسيا وفرنسا وأمريكا. ثالثا التدريب المتقدم، تدريبات مشتركة مع جيوش عالمية. ورابعا الصناعة العسكرية، مصانع محلية بتطور الأسلحة زي المصانع الإنتاج الحربي. خامساً القوة البشرية، الجيش المصري فيه أكتر من 1,300,000 جندي بين جندي عامل وجنود الاحتياط. كمان الجيش المصري عنده أحدث الأسلحة والمعدات. حالياً هو عنده طائرات رافال الفرنسية، وكمان طائرات F-16 الأمريكية، وطائرات سو 35 الروسية. أما من ناحية الدبابات فالجيش المصري عنده دبابات M1 الأمريكية ودبابات T-90 الروسية. كمان الجيش المصري عنده غواصات، ومنها غواصات طيب الألمانية، وغواصات حديثة من فئة 209. كمان القوات الخاصة المصرية، الجيش المصري عنده قوات الصاعقة ومظلات ووحدات مكافحة الإرهاب المدربة على أعلى مستوى. ومن حيث القوة البشرية والتدريبات القتالية فإن الجيش المصري فيه أكتر من 440 ألف جندي من الجنود النظاميين وأكتر من 800 ألف جندي احتياط، والجنود دول بيتدربوا تدريبات مكثفة على الأسلحة الحديثة، تدريبات مشتركة مع جيوش زي أمريكا وروسيا، وتدريبات خاصة بمكافحة الإرهاب وحرب المدن. كمان الجيش المصري بيستخدم تقنيات محاكاة علشان يدرب الجنود على سيناريوهات قتالية مختلفة. والجيش المصري بقى لما دخل المناورات العسكرية عمل مناورات عسكرية أبهرت العالم. واحدة من المناورات دي كان اسمها سهم الحق، واللي شاركت فيها قوات برية وجوية وبحرية، واللي أظهرت قدرات تنسيقية عالية جدا. كمان عمل مناورة حميم في 2023 بالتعاون مع القوات الأمريكية، وركزت على عمليات الإنزال البرمائي. كمان الجيش المصري عمل مناورات النجم الساطع، ودي كانت من أكبر المناورات الدولية وشارك فيها بالفعل دول كتير جدا. كمان عمل مناورة قادر، واللي أظهرت قدرات الجيش في حرب المدن ومكافحة الإرهاب. وهنا يجي سؤال: ليه أعداء مصر بيخافوا من قوة الجيش المصري؟ وطبعا كلنا عارفين مين هم الأعداء. أولا الأسلحة المتطورة عند الجيش المصري، واللي عنده أحدث الأسلحة من مصادر متنوعة. ثانيا الخبرة القتالية، لأنه عنده خبرة كبيرة جدا من الحروب الحديثة. ثالثا القدرات اللوجستية، الجيش المصري عنده بنية تحتية عسكرية قوية جدا. أما عن التدريب العالي فعنده جنود مدربين على أعلى مستوى. والموقع الاستراتيجي لمصر قوي جدا، لأن مصر مسيطرة على قناة السويس اللي بتعتبر من أهم الممرات المائية في العالم. وخلينا نعرف إن مصر في الوقت الحالي عندها قدرات نووية. الجيش المصري حاليا عنده مفاعلات نووية بتستخدم لأغراض سلمية مع إمكانية تطويرها. خلينا نقول بالعربي كده إن الجيش المصري قوة إقليمية وعالمية مش سهلة على الإطلاق، ويتمتع باحترام كبير على الساحة الدولية. وفي النهاية الجيش المصري مش بس قوة عسكرية، لكنه سيف ودرع بيحمي الأمة من أي تهديد. قولوا لنا بقى في التعليقات إيه هي أكتر حاجة عجبتكم في قوة الجيش المصري. دعمك ليا لايك وشير واشترك في القناة. كان معكم محمود البدر.